لا تعرف الهدوء. جبهة القتال في الحدود بين السودان وإثيوبيا لم تزل مشتعلة رغم حديث قادة البلدين عن حرصهما على إنهاء التوتر. مصدر عسكري سوداني قال للجزيرة إن ميليشيات إثيوبية شنت قصفا متواصلا على القوات السودانية منذ مساء الأربعاء إلى صباح الخميس بعد يومين من التهدئة. قالت مصادر عسكرية سودانية أخرى إن الجيش الإثيوبي يحشد قواته في منطقة برخت الحدودية المتاخمة لمحلية الفشق الكبرى بولاية القضارف شرقي السودان. في الموقف الرسمي الإثيوبي حرص على تجنب التصعيد أظهره رئيس الوزراء أبي أحمد الذي اتهم جهات لم يسمها بالسعي لتشويه علاقات حسن الجوار التاريخية بين بلاده والسودان. وقال إن حكومته عازمة على إيقاف الاشتباكات في المناطق الحدودية بشكل نهائي وحاسم. اشتباكات خلفت حركة نزوح واسعة يخشى إقليميا ودوليا أن تشكل بؤرة أخرى من بؤر اللجوء التي تتجلى فيها أكثر الأزمات الإنسانية مأساوية في مناطق عدة من العالم. وفقا لمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية فإن أكثر من 50,000 شخص عبروا الحدود من إثيوبيا إلى السودان فرارا من جحيم القتال. كل هذه التطورات تحدث فيما بدأ السودان مع إثيوبيا هذا الأسبوع محادثات في الخرطوم لترسيم حدودهما لا تعرف مآلاتها حتى الآن. ويقر الجانبان بأن استمرار الحوادث في المنطقة المتنازع عليها يهدد علاقاتهما. يتقاسم البلدان حدودا بطول 1600 كيلومتر، وسبق أن عقدا محادثات لترسيمها بين عامي 2002 و2006، لكنها لم تفض حينها إلا لتهدئة ظرفية ما لبثت أن خرقتها التطورات الأمنية الأخيرة.